لو انت بتحب الشخصيات التاريخية أو عايز تعرف ولادك على زعماء مصر القدام، ممكن تروح المتحف ده. دي خروجة بسيطة وببلاش، مش هتكلفك أي حاجة. متحف الراحل أنور السادات، ده المتحف الوحيد اللي بيضم كل المقتنيات بتاعته، من نياشين لأوسمة لحتى البدل بتاعته اللي كان بيلبسها. دول كمان حاطين مواسي الحلاقة وصوره الشخصية، كل حاجة كانت بتخص الراحل جمال عبد الناصر كانت موجودة. هتلاقوا موجود المكتب بتاعه والرواب بتاعته اللي كان مشهور بيها، زي ما كنا بنشوفه في الأفلام والمسلسلات. لازم عشان نعمل مستقبل يبقى عندنا وعي بالحاضر وكمان الماضي. الماضي ده هيجي منين؟ من خلال المتاحف والكتب. لازم نشجع ولادنا ان هم يقروا كتب كتير ويروحوا المتاحف والحاجات الجميلة اللي احنا اتربينا عليها. في عصر التكنولوجيا الكلام ده مبقاش موجود. حاولوا ترسخوا عند الولاد المعرفة عموما، ان هم يتعلموا ويعرفوا التاريخ عشان يعرفوا يعملوا مستقبل كويس. هسيبكوا بقى مع الصور والفيديوهات عشان تشوفوا